سؤالي يا شيخ، ما حكم قراءة القرآن في الطريق، يعني في القطار، والقطار يكون مختلط وأكون على غير وضوء؟ تقرأ من حفظك يا أخ أحمد؟ لا، من التليفون قراءة. أي قراءة من الهاتف لا يلزم الهاتف، لها نعم. طهارة، لأن القرآن الذي في الهاتف لا يسمى مصحفا. فلو قرأت وأنت في القطار والحال مختلط، يعني يوجد ناس، هذا أفضل، لعل الله ببركة قراءتك للقرآن يعم الخير أهل القطار كلهم. وحسن أن يكون هذا حال ودأب الصالحين، فاقرأه في كل آن وحين ولا تتردد، هذا كلام الله يرفع الله به وينزل الله عز وجل به الرحمة والبركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلك من أولئك الأخيار الذين هم مباركون أينما حلوا ونزلوا. آمين، بارك الله فيك. ما حكم عندما يكون في سجود في الآية؟ لو كان هناك في سجود في الآية تمكنت من السجود فاسجد، فإن لم تتمكن فأم إيماء، ولا يلزم تحري القبلة، لأن القطار غالبا يكون في السفر. وحتى لو لم يكن في السفر يوجد قول لبعض الأئمة أنه لا يلزم استقبال القبلة والإنسان على دابة أو على راحلة، لكنك لو استطعت أن تسجد كان خيرا. إن لم تستطع فأم إيماء، يعني أسجد سجود منخفض. فإن لم تقدر على هذا ولا هذا فلا يلزم السجود، لأنه ليس هناك قول قوي بوجوبها.